في خراسان كان ملك، هذا الملك عنده بنت واحدة. يوم من الأيام أخبروا الملك بأنه جيش من خارج البلاد هاجمين على بلادهم. هو أيضا بناء أن يهيئ له جيش، الجيش الخراساني يروح يقابل العدو. اجوا قوات الجيش عند الملك، قالوا له يا سلطان الجيش الذي احنا نريد نهيئه ما عندهم قوت وما عندهم ملابس، فيحتاجون إلى مقدار من المال. فرغوا خزانة بيت المال مالهم، فرقوا الخزانة، شافوا الفلوس قليلة ناقصة، شو يسوون؟ ابنة الملك كانت بنت شابة اسمها جوهر شاد. هاي البنت عندها عقد ثمين قلادة، ففتحت العقد وقالت هذا العقد روحوا بيعوه، ثمن العقد اصرفوه على مصارف الجيش. اخذوا العقد راحوا وباعوا، صارت اموال كلش طائلة، الى ان جاءوا يردون يهيئون الجيش. قالوا انه الجيش الخراساني دحر جيش العدو، والعدو رجع، ما نحتاج الى هاي الاموال. فارجعوا اموال العقد الى هذه البنت، الى جوهر شاد بنت الملك، رجعوا لها المال. هي كانت متدينة محجبة شريفة، بنت الملك تصير شريفة بلي، يعني يصير بنت الملك تكون محجبة ومتدينة. نعم، أي إنسان معرض في هذه الدنيا إلى طريقين، خلي يكون في أي مقام. ولذلك تشوفون في التاريخ زوجة فرعون ما كان يقول أنا ملك، يقول أنا ربكم الأعلى. وزوجته كانت تتفكر تقول أنا الملكة، أنا إلهة الآلهة، لكن قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، في بيت فرعون. وهكذا زوجة صالحة متدينة، والقرآن يضربها مثل، ضرب الله مثلا للذين آمنوا، ما يضرب مثل برجل، يضرب مثل بامرأة متدينة، لأنه خالفت هوى نفسها. التقوى منعها من المعاصي. قالت آمنت برب هارون وموسى، فرعون ضربها بالبسامير، وهكذا أعدمها صلبها، ما تراجعت. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. على كل حال هذه البنت المتدينة الشابة، هاي دروس للنساء المسلمات. قالت أنا العقد الذي راح من رقبتي بعد ما أريده، والأموال ما استرجعها، فاعملوا بهذه الأموال مسجدا، ابنوا بها مسجد شكرا لله، لأنه تغلبنا احنا على العدو، فشكرا لله اجوا واشتروا مسجد عند الإمام الرضا سلام الله عليه. هذا المسجد مسجد عظيم إن شاء الله، رزقنا الله وإياكم زيارة الإمام الرضا إن شاء الله. إذا تشرفون تشوفون مسجد تقريبا بقدر صحن الإمام الرضا، مسجد عظيم. بنوا هذا المسجد بأموال هذه البنت بنت الملك، مسجد كلش ضخم، إلى يومنا هذا من أضخم المساجد في إيران. أخبروا جوهر شاد الملكة أن المسجد حاضر. طيب الإنسان الذي عنده عمل خير يحب يجي يزور العمل الخير ماله بعد ما خلص البناء، يحب يجي يشوف يطلع شلون البناء كيف. فهي طلبت، قالت الأفراد العمال هذول الذي بنوا في المسجد كلهم خلي يطلعون مثلا في يوم الجمعة، بنت الملك تريد تجي تزور المسجد، لا يكون أحد من الأجانب. راحوا الرياجيل، هي متدينة ومحجبة لكن رفعت حجابها، لأنه البناء لا يكون أحد في المسجد. رفعت حجابها هي ووصيفاتها أطرافها، دخلت جميلة بنت ملك شابة. مع الأسف واحد من العمال عامل بنة، هذا راح تحت الألواح، أكو ألواح يستفيدون منها لما يريد الأسطى يوقف ويجصص الحيطان والسقف. على كل حال هذا راح تحت الألواح وده يسترق النظر الحرام. شاف بنت الملك عشقها، هو عامل بنة ويريد لبنت الملك. قالوا فرد واحد طلب القضية تنقل عن جحا، ما أدري صدق لو لا، لكن من باب التفكه في المجلس حتى لا تعبون. فرد واحد طلب بنت الملك وكان جحا طلب بنت الملك. قال له أنا مشكلة القضية، قال لا 50% القضية مو مشكلة، المشاكل من حل 50%، فقط 50% باقي. قال وشلون؟ قال لأنه رضا الزوج ورضا الزوجة، أنا راضي، ف50% القضية محلولة، مبغى 50% الثاني. فهذا الرجل العامل شاف 50% القضية صحيح، هو يريدها، لكن عجبا بنت الملك ترضى أن تتزوج مع عامل بنة
فقير أمي. أثر العشق في قلب هذا الولد الشاب وتمرض. رجع إلى بيت، عنده أم عجوزة، يتيم هو ما عنده أب، وعنده أم عجوزة. فأمه سألته ابن شبيك؟ قال له والله يما أنا عاشق وأريد بنت الملك، إذا هاي جوهرشات صارت نصيبي حالتي ترجع وإلا أنا أموت. هاي أم ما عندها غير هذا الولد، فرغبة في بقاء حياة الولد عطفا على ولدها هي قامت، لكن آيسة من الجواب المثبت، طلعت إلى بنت الملك يوم الجمعة. بنت الملك تجلس ونساء البلد يجون يمها. دخلت هذه العجوزة جلست عند بنت الملك، لكن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن الله يساعدها. إخواني ترى جميع الأمور بيد الله، أي شيء تريد اطلب من الله. هذه العجوزة طلبت بقلب منكسر من الله، قالت إلهي أنا أريد شبابي، ترى أنت هيئ الأسباب، يا مهيئ الأسباب، يا مسبب الأسباب، يا مالك الرقاب. هذا دعاء عن الإمام الحجة سلام الله عليه. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا. إلهي ترى أنا ما أعرف الخير والشر إلي، لكن أنت إلهي تعرف، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. علي ولي الله وأبناؤه المعصومون حجج الله سلام الله عليهم أجمعين. هذا الدعاء مكتوب في حاشية مفاتيح الجنان. على كل حال النساء كل واحدة أرادت طلبها أو زارت بنت الملك. طلعا هاي العجوزة ظلت هي الأخيرة. اجت جوهرشاد هاي البنت المتدينة، هي بنت ملك لكن الدين جعل منها امرأة متواضعة وتمدح على المنابر. هاي القصة مال قبل 700 سنة، لكن شوف للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، التقوى التقوى. قالت هاي العجوزة أنا يا بنت الملك عندي فد حاجة وما أتصور تقضي لي حاجتي، لكن أنا أطرح شنو حاجتك؟ قالت والله ابني عامل بنة وشايفك عاشقك يريدك. بقية النساء قام يضحكون ويستهزئن بها يتمسخرن بها، لكن هي جوهرشاد